كوباية دقيق. عملت التحلية الجميلة دي. كيكة شاتو، جاتو. المهم تحلية روعة. بجد زي ما انت شايفة شاربة الصوص جميلة وهشة. هم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة شاتو. هنعملها بمقادير سهلة بسيطة، ما خدتش وقت خالص. سميها جاتو، سميها كيكة شوكولاتة. المهم بصي زي ما هوريكي، هشة 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 جميلة وشاربة الصوص بتاعها. زي ما انتي شايفاها ما خدتش مني وقت خالص، بمقادير سهلة. يلا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. والمقادير بتاعتي من كل حاجة كوباية، كوباية دقيق، كوباية زيت، كوباية لبن، كوباية سكر، بيضتين فانيليا، بيكنج باودر. اول حاجة هشيل البيضتين دلوقتي، هشيلهم وهشيل الدقيق. اول حاجة في الخلاط هنزل بكوباية السكر وكوباية اللبن وكوباية الزيت طبعا، ونص كوباية كاكاو. طبعا انا نسيت اقولها في الاول، يبقى كوباية كوباية كوباية، كل كوبايات ما عدا الكاكاو الخام ده، كاكاو اسباني، الاسباني المر طبعا. ابتدي الاول حاجة كده هو تقلبهم مع بعض وانزل بالخلاط واشوفهم اوريهم لكم بعد ما اضربهم. اهي بعد ما ضربتها واتاكدت ان السكر داب كويس. وبنفس الكوبايه هبتدي اخد كوبايه كده اهو كامله واحطها في التلاجة ونكمل مع بعضينا طريقه الكيكه. وكده دي نص الكميه. ابتدي بقى انزل بالبيضتين بتوعي واكمل ضرب ونرجع مع بعض. وكوبايه الدقيق انخلها كويس. كوبايه الدقيق بتاعتي نخلتها كويس، واحط معلقه بس زي ما انت شايفه، معلقه بيكنج باودر، واقلبها كويس. وابتدي انزل بالخليط بتاعي. طبعا لازم اتاكد ان السكر دايب كويس. ابتدي اقلبها كده، واجيب اللي من تحت كده اهوت على اساس اتاكد ان الخليط كده كله جايباها، مفيش اي تكتلات اي حاجه، واقلب كده كويس. يعني كيكه جميله، ممكن تقولي جاتو، ممكن تقولي كيك، ممكن تقولي كيك شوكولاته. المهم ان هي في الاخر بتديني طعم جميل. واقلب كده زي ما انت شايفه في اتجاه واحد بحيث المكونات كلها تختلط ببعضها. طبعا هكون مولعه الفرن على 180. دي حوالي كده بتاخد نص ساعه، ولازم هختبرها قبل ما اطلعها. بصي القوام بتاعها طبعا الصينيه بتاعتي اكون محضراها ودهنها بزيت بزبده اي حاجه، بس المهم تكون في درجه حراره المطبخ، مش تكون ساقعه. الصينيه كويس. ابتدي انزل بقى بالخليط. بتاعي. وهي دي بعد ما عملتها واضربها ضربتين كده بصوت خالص، واحطها في الفرن ونرجع بعد ما تستوي الفرن. واختبرتها زي ما انت شايفه كده اهو، بالطريقه دي كده اهو. ابتدي اعمل لها كذا كده كذا فتحه، اسقيها باللبن كده اهو، عشان لما انزل الصوص ممكن اضيف عليه معلقه كاكاو عادي.
بس كده اتشربت كلها. ابتدي انزل بقى اجيب الصوص اللي انا حطيته في التلاجة، الكوبايه. اهي الكوبايه بتاعتي اللي انا حطيتها، بصي تقيله ازاي. ابتدي بقى انزل بيها، انزل بيها كده اهو. هي على قدها يعني مش كتير ولا حاجه. واحاول افردها كده اهو، طبقه متماسكه. كيكه شاتو روعه، سهله جدا، ما خدتش وقت ولا امكانيات، وتحليه سهله. اهي فردتها كلها، احطها في التلاجة شويه وارجع اقطعها معاكم. وهي بعد ما طلعتها من التلاجة هي متماسكه جميله جدا. هقطعها معاكم. يعني اول حاجه كده هقطعها بالنص، وبعدين بقى هكملها. زي ما انت شايفه. وهقطع قطعه معاكم زي ما انت شايفه. قطعه كبيره. اهي زي ما انت شايفاها، اهي زي ما انت شايفاها. بجد جميله وسهله، ما خدتش وقت خالص. هقطع معاكم حته كده اهو. بصي 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 هشه ازاي، هشه خطيره بجد. سهله جدا، مكونات بسيطه. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان